عندنا النهارده يا كابتني تمرينة سحب من كوكب تاني. كل اللي عليك اللي انت تنزل تكتب لي كلمة سر في الكومنتات يا متين يا رب، وتتأكد انك تكون عامل اشتراك للقناة وشير لصاحبك. تحمس معايا ويلا بينا. هبتدي اول شكل النهارده على العقله، وده احسن تمرين لعضلات الظهر واللاتس بشكل عام، فلازم تتعلمه 100%. ولو مش عارف تعمله لحد دلوقتي اكتب لي في الكومنت عشان اعمل لك فيديو مخصوص ليش ازاي تقدر تعمله. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. همسك الماسكه مستوى كتفي واقفل رجليا واسحب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 فعلا من احسن التمارين اللي انت ممكن تعملها لعضلات ظهرك. هستريح 5 دقائق او 3 دقائق واخش المجموعه اللي بعدها. هدخل بعديها تاني دور بقى. جبت الحزام، بص يا سيدي هقفله كده. بعد كده اجيب الطاره وادخل الجنزير من هنا مش من النص. ناخد لفه كمان. بعد كده نحطها في الشنكل بتاعها تاني. كلمة السر يا متين يا رب. يلا بينا. خمسة. لاست وان. هب. لا فينا كمان واحدة. هب. 6 عدات او 7 عدات بس من اللي قلبك يحبهم. 5 دقايق راحه. خش اللي بعده. ادخل بعديها بول داون بالمسطره على الكيبل، وطالما جبت الحزام يبقى في حاجه كبيره هتحصل. ايه اللي هيحصل بقى؟ هنعرف دلوقتي. هنعرف كلنا. عرفت ايه اللي هيحصل؟ بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 مور. هدخل بعديها 1 هاند على الكيبل، وجبنا الشداد علشان نشيل الحمل اكتر من على السواعد بتاعتنا، ونخلي الكوع هو اللي بيشد. بما ان الكوع هو اللي بيشد فاللاتس هي اللي شغاله كده. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي الماسكه في طول كتفك بالظبط. افرد ظهرك الاول وطلع صدرك لفوق، بعد كده اسحب شد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يا متين يا رب. 10 10 عدات مسطره. 5 دقايق راحه. خش اللي بعده. صحصح معايا شويه. ندخل بعديها سحب عالي ضيق على السحب العادي. واهم حاجه ركز كويس في النقطه اللي هقولها لك دلوقتي دي. وانت بتسحب ضيق خلي ايدك لقدام، ما تسحبهاش لورا عشان تقدر تفعل اللاتس اكتر وتشغلها 100%. ناس كتير ما بتيجي تشتغلها بتسحب لورا كده وتنام لورا، ده بيشغل ابر باك، عشان كده اللاتس بتاعتك ما بتتطورش. فركز كويس. يلا بينا. طبعا انا هبدا باتقل وزن على طول دلوقتي. سمي الله بس الاول. بسم الله. افرد ظهرك كويس، ما تميلش لورا، خلي ظهرك مفروض. اسحب. 1 2 3 4 5 6 7 من احسن الحركات اللي انت ممكن تشتغلها لللاتس، بس اهم حاجه تعملها بالطريقه دي. هاخد 5 دقايق راحه واخش اللي بعده. هدخل بعديها كتف خلفي على البوتر فلاي، وخد بالك اللي هو بنسبه 70% لاكتر من كده كمان مسؤول عن تكويره الكتف، فاهتم بيه كويس قوي عشان معظم الناس اللي بتاخده في تمرينه السحب بتهمله وما بتجيبش 110 فيه. فركز كويس في التكنيك ده علشان تقدر تستهدفه صح. اول حاجه خلي الكرسي بتاعك مستواه في مستوى الكتف، وما تيجي ترجع ما ترجعش للاخر خالص، ارجع بس لحد ما تحس بشد فيه اللي هو في الاتجاه بتاعه. يلا بسم الله.
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة يا رب 10. حرفيا مش هكون ببالغ، اللي الزاويه دي من احسن الزوايا الفعاله اللي ممكن تعملها لتمرينه الكتف الخلفي، فركز فيها كويس قوي. 5 دقايق راحه، خش على اللي بعده. ادخل بعديها على البايسبس. عضله حلوه قوي، عشان تقدر تستهدفها صح لازم دايما تكون مثبت المفصل بتاعها، وده بقى من الزوايا اللي فعلا هتثبت لك المفصل. تثبت نفسك كويس. ماكينه السحب العالي بتطلع المسند بتاعها في نص ظهرك، وبتحط ايدك هنا كده تخلي الكوع ساند برده فيها، تميل جسمك شويه لقدام وترجع ظهرك لورا ورجليك لورا وتبدا تسحب كده. تعال نشوف. ركز كويس بس، وهاخدها بلفه مش هاخدها بميل. واحد واحد اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة يا رب 4 4 5 5 6 يا رب 6. دايما العضلات اللي هي عنيده عندك وما بتتطورش بسرعه حط لها تمارين ما فيهاش غش، زي الزاويه دي مثلا. التمرين بقى اللي ما فيهاش غش دي بتبقى دايما بتثبت المفصل بتاعها. مفصل الكوع بتاع البايسبس انا مثبته وبخلي الحمل 100% على البايسبس. هنا فعلا كل حاجه بعملها هتبقى على العضله المستهدفه، فبكده تلاقي فيها تطور سريع جدا. 5 دقايق نخش على اللي بعده. ادخل بعديها تاني تمرين عزل برضو للبايسبس، بحيث ان انا احط لها ضغط عالي قوي النهارده في اول الاسبوع، فلسه عندي طاقه. يلا بينا. بص يا سيدي الحركه بتيجي ازاي. كوعك بتحطه في الركبه دي وبتخليه باتجاه الركبه الثانيه كانك بتعبي ميه عشان تشرب. افرد ظهرك وطلع صدرك لقدام وابتدي الحركه. يلا بسم الله. واحد اثنين ثلاثة 5 يا رب 6 10. من احسن الزوايا اللي انت ممكن تاخدها للبايسبس بتاعتك عشان تبقى عامله كده. 5 دقايق راحه، خش اللي بعده. ادخل بعديها يا كابتني ترابيز بالدمبل. امسك يا سيدي الدمبل كده، افرد ظهرك كويس، نزل الترابيز لتحت وانت بتسحب ما تسحبش لفوق، لا اسحب لفوق لورا كده. يلا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. انا خدت الترابيس في الاخر علشان ما اضيعش الطاقه بتاعتي للبايسبس مثلا او للكتف الخلفي. ممكن تاخد الترابيس بعد الكتف الخلفي مش قبليه، لان ترتيب التمارين بيفرق. لاني مثلا لو خدت الترابيس قبل الكتف الخلفي في الغالب حركات الكتف الخلفي كلها بتشغل الترابيس برضو، هي عضله اكبر من الكتف الخلفي فبالتالي الحمل هيكون عليها اكتر. فركز كويس جدا عشان ترتيب التمارين بيفرق. تعالى كل اللي عليك اللي انت تنتظم عليها من شهر لاثنين وفعلا هتلاقي نتيجه سحريه. اتاكد انك عامل اشتراك للقناه وشير لصاحبك، ولو عندك سؤال في اي حاجه سيبهولي في الكومنت او ابعتولي على الانستجرام. انا دايما جنبك ومعاك، وهدفي ان انت دايما تكون احسن نسخه من نفسك. سلام.